يا مساء الورد عليكم يا حلوين، يا رب كل الناس تكون بخير والمتابعين كلها بخير، امين يا رب. ده لو ليا متابعين يعني. حمدي نزل بالجزء الثاني من المقلب اللي هو مشي فيه ومعيط بعد ما وفاء عملت له مقلب السرقة. فأتاريه كان عارف من أمه وأبوه. قالوا له إن مراتك عاملة فيك مقلب. طبعا هو بيقول مبررهم في كده إن أنا طبعا ضناهم وأغلى عندهم من وفاء. فراح استخبى في أوضة في الفيلا من جوه. ووصى باباه بقى طبعا كل شوية يحدف للحاج جابر: نزل لي فرش يا بابا، هات لي مية. حاول ينام طبعا ما عرفش ينام. لاجل الحظ يعني للصدف، الدنيا يا جماعة عبارة عن صدف. لقى وفاء كانت غسلاله المايو والتيشيرت بتاعه، ونزل خده الصبح بدري. قال هما بيصحوا متأخر، مع ان مش مبرر برضو ان يعني واحدة جوزها يبقى غايب ومش عارفة له طريق جرة تنام وتنام كمان عشان تصحى متأخر. يعني تنام براحتها وتصحى في الطبيعي متأخر. يعني ده لو حصل حاجة زي كده محدش بينام. يعني ده انت لو اتصلتي بحد وقلتي له فلان فلاني غاب، انت بتفضلي كل شوية تتابعيهم على التليفون. فما علينا يعني. خلينا متفقين ان انا بحب حمدي ووفاء بجد. والسكتشات اللي هم بيعملوها ناس كتير قوي، يعني قنوات النقد بتفضل تقول لك دول بيكذبوا. لا لازم نكشف اخطائهم، لازم نعمل مش عارف ايه. ما هم اكيد بيمثلوا. هم اكيد عارفين ان احنا عارفين ان هم بيمثلوا. يعني هم عارفين ان الجمهور بتاعهم والمتابعين بتاعتهم مش بتوع مش هبل. يعني يا جماعة هم عارفين كده كويس جدا، بس هم بيعملوا حالة من الإثارة. يعني من ضمن حزن وفاء بقى ان وفاء جابت ديك رومي من المزرعة اللي هي بتزرع يعني بتربي فيها، وعملت لهم مكرونه بشاميل. والحاجه راحت منزله له طبق. كل ده عدى من قدام وفاء من غير ما تاخد بالها، فاهمني؟ قال لباباه حط كاميرا كده. فطبعا باباه طلع فوق النيش قدام وفاء وحط الكاميرا برضو عادي. تمام. دلوقتي قنوات النقد هتلاقيها بقى ايه واخده الحاجات دي كلها، ويقولوا لك ايه: يلا احنا فضحنا حمدي ووفاء واخطاء حمدي ووفاء وعمل وخلى وسوى. فيعني احنا فاهمين ان هم بيمثلوا. المهم خد شنطه وعمل الستوري، وبعد اللي هو الحاج جابر وقال له انت سايق فيها يا حمدي واحنا خلاص مسافرين. بس طبعا حمدي دخل لاولاده وقال لهم ما تقولوش لامكم ان انا رجعت. المفروض النيش ده اللي كان عليه الكاميرا اللي بتصور، فطبعا الكاميرا اتشالت. المفروض ان الكاميرا تفضل موجوده. يعني بدل الراجل لسه حاططها وانت دخلت على طول يا حمدي، المفروض الكاميرا تكون موجوده. يعني ما هي فين الكاميرا يا حمدي؟ يعني الكاميرا المفروض كانت تبقى موجوده، اللي كانت بتصور دي الزاويه اللي كانت بتصور بيها. بس ما علينا، احنا هو حمدي دخل وشال الكاميرا وخلاص، يعني مفيش مشكله. وراح المطار طبعا جري وراهم. لقى وفاء بتصور ستوري. حتى وهو بيصور وفاء وهي راجعه وشها مطمن وشها مبتسم، مفيش هم. يعني عارفين انتوا الواحد لما بيشيل هم بعيد عنكم يعني بيبقى قاعد مكشر ونفسيته تعبانه وقلبه هيقف وزهقان. ان شاء الله لو هم ايه بالذي ربنا يبعد عننا الهم وسنينه. ما ببقاش ماشيه في الشارع كده بتهوى ووشي مبتسم. فاللي هي انا عارفه انه بيصورني حلوه الزاويه دي حمدي، اجي كده ولا اجي كده. فما علينا. يعني هو دخل وسبقهم وسلم عليهم وقال ان في فيديو جزء ثالث للفيديو، واستنوا بقى شوفوا لما هرجع. فطبعا احنا عارفين ان ده تمثيل ودي سكتشات جميله جدا، وحمدي وفاء يستاهلوا بجد، برافو عليهم بيمثلوا حلو جدا. واحنا بنعشقهم. لو عملوا ايه بالذي لو فتحوا الكاميرا وقعدوا ساكتين احنا بنحبهم. فاحنا في انتظار الجزء الثالث. لو في اي ستوريهات ولا اي حاجه نزلت على الانستجرام اكيد هتابعكم وهقول لكم عليها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا كده زر الجرس عشان لا يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير. يلا سلام.